اهلا بيكم في حلقه جديده وفيديو جديد من قناتكم الجميله قناه الحدوته. فيلمنا النهارده بيبدا في سجن النساء، مش بتاع نيللي كريم، لا بتاع هيونج كريم. لما كانت السجينه هيونج في مستشفى السجن عشان بتولد ابنها مونيو، واللي فرحت بيه جدا اول ما شالته بين ايديها، وقررت السلطات انه يفضل معاها لغايه ما يتم مرحله الرضاعه بتاعته بالكامل. وبكده اتحكم كمان على الطفل اللي لسه مولود بانه يقضي حياته جوه سور السجن ده، وبدأ يكبر في الزنزانة بتاعت هيونج واللي كان فيها 5 ستات تانية قاعدين معاها فيها. بس قبل ما أقول لك إيه حكاية الست الحامل اللي اتسجنت دي، وقف الفيديو ثانيتين بس وانزل دلوقتي بسرعة تحت، اتأكد إنك اشتركت في القناة ودوس على زرار اللايك اللي تحت، وتعالى تاني أقول لك إيه اللي حصل. هيونج كانت نايمة في الزنزانة بتاعتها وحلمت بالحادثة اللي كانت سبب في دخولها السجن، وبتظهر قدامنا هيونج وهي قاعدة في عربية وواحد بيقول لها إنها لازم تساعده عشان يعرف هو يساعدها، لكنها فضلت ساكتة قدام كلامه ده كله، وقررت ما تتكلمش وتقول الحقيقة، واللي كانت إن جوزها راجل بيشرب خمرة بكميات كبيرة وبيرجع كل يوم غضبان وبيضربها، ولما كانت حامل بدأ جوزها يعتدي عليها برضه بالضرب، بس المرة دي ما كانش زي كل مرة لأنه كان أعنف من أي مرة قبل كده، لدرجة إنه ضربها في بطنها وكان هيسقط الجنين بتاعها. عشان كده قررت تقاومه وزقته على الترابيزه اللي كانت وراه فوقع ميت، وعشان كده اتحكم عليها بالسجن المؤبد لانهم اعتبروها قتلته عشان كان في بينهم شجار عادي مش قصده تقتله. وبتفوق فجأة يونج في السجن على كابوس لحظة النطق بالحكم عليها. بتعدي الأيام وبيكبر مونيو وبتعمل له السجينات حفلة عيد ميلاده الأولى، وكانت الضابط النبطشي اللي معاهم رحيمة شوية عليهم، وقدرت إنها تدخل لهم كاميرا عشان تحتفظ الأم هيونج بصورة ابنها معاها دايما، لكن ما كانوش عارفين إن الاحتفال الحلو ده هينتهي فورا، وده لأن مأمورة السجن دخلت عليهم فجأة وكان طبعها القسوة على كل السجانات اللي عندها، وعشان كده خرجت كل المساجين بره الزنزانة وقلبت المكان كله لغاية ما لقت الكاميرا والصورة، ورفض المساجين يقولوا هي دخلت ازاي. كل اللي قالته الام هيونج انها بتتمنى انها تحتفظ بصورة ابنها لانه مش هيفضل معاها في السجن وعايزة يبقى معاها ذكرى منه، لكن المأمورة قطعت الصورة قدامها بكل قسوة وحرمتهم من الكاميرا كمان. عدت الأيام كمان وبدأ مونيو يكبر أكتر وأكتر وبقى يقدر يمشي، لكن بقى في نزيلة جديدة في الزنزانة بتاعت المسجونات دول، وهي شابة صغيرة اسمها يومي، واللي كانت ساكتة وما بتتكلمش أبدا وباين على وشها علامات حزن شديد وبس. أول ما دخلت الزنزانة مع الباقيين قعدت في ركن بعيد لوحدها، وكان الكل مستغرب طريقتها، لكن فجأة قام الطفل مونيو وبدأ يقرب من يومي الجديدة على المكان بكل حب وبطريقة غريبة برضه عشان تقابل يومي. حب الطفل ده بدفعة قوية وقعته على الأرض وخلته يعيط عشان تهجم أمه على البنت الجديدة ويتخانقوا مع بعض بعنف كبير بسبب اللي عملته مع ابنها، ودخل الحراس عليهم واخدوا البنت الجديدة وحبسوها في زنزانة لوحدها عشان بعد شوية تدخل البنت في نوبة اكتئاب كبيرة وتبدأ تخبط راسها في الحيطة بعنف وبسرعة كبيرة عشان تنتحر، لكن بسرعة الحراس دخلوا عليها ومنعوها من اللي بتعمله واخدوها على مستشفى السجن عشان تتعالج، وبعد كده رجعوها على زنزانتها تاني وسط الباقيين عشان يحموها من نفسها. وبتفتكر يومي السبب اللي دخلها السجن وهو زوج امها اللي حاول يعتدي عليها وهي قتلته عشان تدافع عن نفسها، وبسبب صغر سنها اتحكم عليها ب10 سنين سجن بس. واول ما دخلت يومي الزنزانه تاني مع باقي المساجين راح عليها الطفل مونيو مره تانيه وحضنها، لكن هي المره دي سابته وما بعدتهوش عنها. في المشهد اللي بعد كده بتظهر السجينه الاكبر سنا في الموجودين واسمها مونوكي، وهي بتستخدم التليفون العمومي عشان تطلب رقم بنتها اللي بترد عليها، واول ما بتسمع صوت امها بتقول ان الرقم غلط وبتقفل في وشها السكه. وبنعرف من الموقف ده ان البنت ما بتحبش امها المسجونه، وبتخرج كل السجينات الحوش، وكان هناك الطفل مونيو بيلعب بالكوره اللي جابها له مشرف السجن. ولما راحت الام عشان تاخد ابنها بدا يطمن عليها المشرف ويسالها لو في اي مشاكل بتواجهها او بتواجه ابنها معاها، لكن الام هيونج قالت له ان الامور كلها كويسه، لكن هي بتتمنى حاجه انهم يعملوا فريق للكورال هنا في السجن وده هيساعد في اصلاح السجينات اكتر وتهذيبهم، وطلبت انها لو نجحت تعمل كده وتغير المساجين بالموسيقى فيكون جزاءها انها تاخد يوم اجازه مع ابنها تقضيه بره السجن. بيوافق المشرف بتاع السجن فعلا على طلبها، وبتبدا هيونج متحمسه تنفذ المطلوب منها بالظبط. في اليوم الثاني كان يوم الزيارة وجت بنت مونوكي عشان تزورها، لكنها عملتها بقسوة شديدة وسابتها ومشيت، وده اللي كسر قلب الأم أكتر، وراحت على مسرح السجن عشان تعزف على البيانو اللي هناك واللي كان بيساعدها تحس بالتحسن. وطبعا كان مونوكي محترفة للعزف على البيانو وهي الوحيدة اللي هناك بتفهم في الموسيقى، ولما بدأت تعزف افتكرت السبب اللي خلاها تدخل السجن، وهو إنها كانت اكتشفت خيانة جوزها ليها وقررت إنها تراقبه
وبعد كده قتلته هو وعشيقته اللي كان بيخونها معاها من خلال انها خبطتهم هما الاتنين بعربيتها، وعشان كده اترمت في السجن ولسه القضيه بتاعتها شغاله. لما خلصت منوكي العزف بتاعها سمعت تسقيف كبير جاي من ورا، عشان لما تبص تلاقي هيونج ومعاها الضابط النبطشي هما اللي مبسوطين من عزفها. وهنا اصرت هيونج ان منوكي هي اللي تمسك فريق الكورال وتبقى المسؤوله عن تدريبهم وقيادتهم، لكن منوكي بترفض، بس هيونج بتصمم على رايها وبتقول لها انهم هيبداوا يختاروا الناس اللي هيبقوا معاهم في فريق الكورال من بكره، وما بتستناش المره دي ردها وبتسيبها وتمشي فورا. في اليوم الثاني قبل ميعاد الاختبارات بساعات كان كل المساجين في الحوش، وكان يومي قاعده بتلعب مع الطفل مونيو لوحدهم عشان تيجي عصابه من عصابات السجن وتحاول تسخف عليها وتضايقها، لكنها تجاهلتهم، بس هم زودوها وزقوا الطفل اللي كان معاها على الارض، فهجمت يومي عليهم تضربهم. وكان هيونج بتشوف ده مع صحابها من بعيد، فانضمت ليومي كمان وبدات تضرب هي واصحابها العصابه دي لغايه ما دخل الحراس وفضوا الخناقه دي باسرع وقت. وعلى طول استغلت مأمورة السجن الحادثه عشان تنتقم من المسجونات اللي هي بتكرههم اصلا، واخدت هيونج على مشرف السجن وقالت له ان ده اللي هيحصل لو اجتمعت المسجونات دول في مكان واحد، وهيفضل العنف هو اللي بيحركهم، عشان يقتنع المشرف بكلام المأمورة وقرر انه يوقف موضوع فكرة الكورال ده شوية. لكن هيونج قالت له انه ما يتسرعش ويحكم على النتيجة قبل ما يشوفها، وطلبت بس فرصة لغاية ما تنفذ الفكرة بتاعتها بالكامل ويشوف بنفسه النتيجة، فبيديها المشرف مهلة 6 شهور تنفذ فيها اللي هي عايزاه، ولو كانت النتيجة خلال المدة مش زي ما هو متوقع فساعتها هياخد القرار اللي هو يشوفه وبس. وبتوافق يونج على كلامه وبتخرج مبسوطة، إنما المأمورة كانت هتموت من الغيظ. ولما كانت يونج راجعة على زنزانتها سمعت يومي وهي في الحبس الانفرادي بتغني بصوت حلو جدا، واستغربت إن الصوت الحلو ده طالع منها أصلا. بتبدأ اختبارات الأداء عشان يختاروا اللي هينضم لفريق الكورال بتاع السجن، وواضح إن النتيجة ما كانتش مبشرة. لكن هيونج بدأت تتكلم مع منوكي عن صوت يومي الخرافي اللي سمعته ليلة امبارح، وطلبت منها انها تحاول تضم البنت دي للفريق، وخصوصا انها من ساعة ما جت وهي الوحيدة اللي بتهتم بيها يعني. وفعلا بدأت منوكي تحاول مع يومي انها تنضم لفريق الكورال، لكن بسبب الخنقه والاكتئاب اللي كانت فيهم يومي من ساعه ما جت السجن رفضت، واتعاملت بقله احترام مع منوكي، ودخلها الاخيره تضربها بالقلم بقوه وتسيبها وتمشي عشان قله الذوق اللي اتعاملت بيها معاها. وبتيجي يومي تاني يوم لمسرح السجن وبتعتذر ليوموكي على التصرف اللي عملته، وقررت انها تنضم لفريق الكورال. وبعد ايام من التدريبات على العزف والغنى حصلت مشاجره جديده بين المسجونات، بس المره دي ما استنوش الحراس يخلصوها. قدرت منوكي توقف الخناقه وبدات تتكلم مع المسجونات دول عن انهم لازم يحبوا بعض يتعاملوا كفريق، وعشان يعملوا كده اقترحت المسجونات دول زي ما بيلقبوها ان كل واحده تقول دخلت السجن ليه، وده هيساعدهم يتعرفوا على بعض اكتر وكمان يقربوا من بعض. كانت بعض الاسباب مضحكه وبعضها التاني كان مأساوي حقيقي. وبدات التدريبات فعلا وعدت الايام وجت اللحظه اللي هيعرضوا فيها العمل بتاعهم، والكل كان مترقب يشوفوا النتيجه. وبدا الفريق يقدم العرض بتاعه بقياده منوكي، وفعلا كل اللي كانوا حاضرين من مساجين او ضباط انبهروا بالنتيجه اللي وصل لها الستات دول. وفعلا المشرف وفى بوعده لهيونج وخلاها تقضي هي وابنها يوم بره السجن. لكن الام اتصدمت لما عرفت ان يوم الاجازه ده هو نفس اليوم اللي هتم فيه اجراءات تبني ابنها بعد ما خلص مده رضاعته ومش هتشوفه تاني. وفعلا بتخرج الام مع ابنها من السجن وبتبدا تستمتع بيومها معاه لغايه ما جت لحظه تسليمه لاسرته الجديده. ولما جت خلاص عشان تمشي رجعت تاني بسرعه عشان تشوف ابنها للمره الاخيره، ولما شافته في حضن ست تانيه غيرها ادركت انها خلاص هتتحرم منه للابد، وبدات تعيط وهي بتشوفه من بعيد، وبترجع على زنزانتها تاني عشان تقضي عقوبتها. في يوم من الايام جت الضابط النبطشي بسرعه للمسجونات وقالت لهم انه اتقدمت دعوه رسميه لاداره السجن عشان تشارك مجموعه الكورال بتاعه السجن في المسابقه الوطنيه كل سنه. كان الكل فرحان باللي وصلوا له من نجاح، وبداوا يجهزوا عشان يخرجوا لاول مره لشوارع المدينه اللي ما شافوهاش من زمان، وكمان عشان المشاكل اللي كانت بين بعضهم مع اهلهم. قامت الضابط النبطشي وعدت على بيوت اهلهم كلهم ووزعت عليهم دعوات مجانيه للحفله عشان يجوا ويشوفوا اهلهم هناك. لما وصل الفريق لمكان الحفله وقبل ما يطلعوا على المسرح بفتره صغيره اتهمت واحده من الموجودين ان في قطع غاليه جدا من مجوهراتها اتسرقت. اللي سرق ده طبعا اكيد واحده من المسجونات اللي معاهم في نفس المكان، عشان تبدا المعامله للمسجونات تتغير 180 درجه، ويقرروا يفتشوهم كلهم تفتيش ذاتي عشان يلاقوا المجوهرات اللي ضايعه. لكن للاسف ما كانش في حاجه وما عرفوش مين
ومين اللي سرقها، لكن المسؤولين في الحفله اعلنوا ان فريق السجن بتاع الكورال مش هيشارك في الحفله وقرروا يرجعوهم تاني للسجن، لكن المسجونات حبوا ياخدوا فرصتهم واتكلموا مع المشرف اللي استغل علاقاته وقدر يرجعهم تاني لفقره من فقرات الحفله، وفعلا طلعت الفرقه وبدا الاستعراض بتاعها، وكان ده احلى حاجه قدمتها الفرقه والكل انبهر بادائهم، وبدأ المسؤولين في البلد يعمموا فكرة فريق الكورال على كل السجون. الحفلة دي كان شارك فيها مجموعة من الأطفال، من ضمنهم كان مونيو اللي عدى السن وكبر، وجت الصدف تخليه يقف جنب أمه وتحضنه أمه بعد الحفلة وتاخد من أمه اللي بالتبني ألبوم صور ليه في مراحل حياته كلها لغاية ما كبر وفرحت بيه جدا. أما يومي فأمها كمان جت الحفلة وحضنتها، وبنعرف إنهم رجعوا يتعاملوا مع بعض عادي جدا. كمان الأم مونوكي جت لها بنتها الحفلة وحضنتها، وسمحوا الأم المساجين إنها تخرج يوم أجازة وتقضيه عند بنتها وجوزها في البيت اللي قدموا لها الاحترام، وقالت لها بنتها إنها عرفت حقيقة اللي مامتها عملته. ولما كان المسجونات في السجن بعد فترة من نجاحهم في الاحتفال الوطني ده، دخلت الضابط النبطش عليهم الزنزانة وقالت لهم إن قضية أمهم مونوكي اتنطق فيها الحكم، وكان بإنها لازم تتعدم على جريمتها. ولما عرفت باقي المسجونات بكده حزنوا جدا ورفضوا انها تسيبهم، لكنها ودعتهم بضحكه هاديه جدا وسلمت عليهم كلهم وخرجت من الزنزانه مع الحراس عشان يودعها السجن كله بغناء الكورال اللي هي لحنته ودربتهم عليه. بكده يكون خلص فيلمنا النهارده. بنتمنى تكون حدوته النهارده عجبتكم. ما تنسوش تقولوا لنا اسم الفيلم اللي عاوزين تشوفوه المره الجايه في الكومنتات، وكمان اوعوا تنسوا تشتركوا في القناه وتدوسوا على زرار اللايك اللي تحت وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بننزله اول باول. ونشوفكم قريب قوي. باي باي.